ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل تقييم الوزارة على الأسبوع ال11، وهنلاقي النهاردة معانا ورقتين فقط، وهي ورقة عمل الحصة وورقة عمل الواجب. طبعا لأن في امتحان شهر نوفمبر فما فيش طبعا تقييمات أسبوعية في الأسبوع ال11. تمام، نبدأ كده مع بعض. ورقة عمل الحصة، السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين. استطاع حر محب ضبط السلوك الاجتماعي في المجتمع المصري القديم عن طريق استخدام سلطته التشريعية ولا العلمية ولا الدينية ولا الاقتصادية. وطبعا حاطط لنا كده في على الجنب كده من قوانين حر محب: معاقبة من يظلم الفلاحين، وما يقوم به موظفو الضرائب من تلاعب. طبعا اللي هي الفساد والرشوة وكده. طبعا كان بيحكم ده من خلال سن بعض القوانين، وطبعا وضع القوانين دي هي تعتبر سلطة تشريعية. يبقى الإجابة عندنا هي التشريعية. السؤال الثاني: تميزت مصر القديمة بتحقيق الروابط الأسرية. أي المجالات تتجلى فيها الروابط بين الأبناء والآباء في مصر القديمة؟ العلمية ولا الاقتصادية ولا الرياضية ولا الدينية؟ أكيد هنختار الاقتصادية، لأن هنلاقي إن الأبناء عند المصريين القدماء كانوا بيشاركوا أبائهم في الأنشطة المختلفة ومنها الزراعة. كمان هنلاقي إن الصبية الصغار كانوا بيتعلموا الحرف من أبائهم. تمام، يبقى هنا كده أكيد هنختار الاقتصادية. السؤال الثالث: لعبت المرأة في مصر القديمة دورا سياسيا بارزا في عصر بناة الأهرام ولا الرخاء الاقتصادي ولا المجد الحربي ولا الانتقال الثاني؟ هنختار طبعا عصر المجد الحربي. كفاية طبعا نذكر الملكة حتشبسوت، تمام، اللي تربعت على العرش لمدة 20 سنة، وطبعا البعثات بتاعتها التجارية لبلاد بونت وغيرها. وكمان عندي الملكة إياح حتب. تمام، كفاية دول، يعني هم دول كفاية أو إن احنا نختار عصر المجد الحربي. تمام، لكن بناة الأهرامات ما ذكرناش فيها أي عنصر نسائي مميز، ولا الرخاء الاقتصادي، وكمان الانتقال الثاني ما ذكرناش فيها أي اسم نسائي يذكر. يعني لو كان مثلا السؤال ده جه على الصف الأول الإعدادي اللي هو المنهج الجديد، هم عندهم في عصر الرخاء الاقتصادي اسم كده ملكة اسمها سوبك نفرو. كان ممكن نفكر شوية في الرخاء الاقتصادي، لكن احنا في منهجنا لا يوجد أي اسم بارز من أسماء النساء في أي عصر غير هو عصر المجد الحربي فقط. تمام. طيب السؤال الرابع: ظهر الدور الأكبر للأم في تربية الفتيات في مصر القديمة عند كبار الموظفين ولا الأسر الفقيرة ولا حكام الأقاليم ولا الأسر الغنية؟ طبعا معظم الأسر اللي ذكرناها دلوقتي كلهم كانوا يعني كانوا بيستأجروا مرضعات ومربيات لأبنائهم، وكمان كانوا بيرسلوا أبنائهم ليتعلموا في مدارس يعني معينة. ولكن هي الأسر الفقيرة فقط هي اللي كان للأم الدور الأكبر في تربية الفتيات فيها، فهي طبعا هنختار الأسرة أو الأسر الفقيرة. السؤال رقم 5: تعد أكثر الطبقات استفادة من قوانين الملك حر محب؟ الطبقة العليا ولا الطبقة الوسطى ولا كبار الكهنة ولا عامة الشعب؟ تعالوا كده نشوف. الملك حر محب كان بيصدر ويسن القوانين والتشريعات بتاعته علشان ايه او هدفها ايه، واحنا هنعرف نجاوب طبعا على السؤال. فهنلاقي ان من اهداف قوانين حر محب هو تحقيق الاستقرار، مواجهة الظلم الذي وقع على الفلاح، مواجهة الفساد الذي تفشى بين الموظفين. طبعا زي ما احنا شايفين ان القوانين هنا مش بتستهدف الطبقة العليا ولا الطبقة الوسطى ولا كمان كبار الكهنة، فهنختار طبعا اجابتنا هي هتكون عامة الشعب. السؤال رقم 6: بدأ رفع الظلم الذي كان واقعا على الفلاح المصري القديم بشكل واضح أثناء عصر ملوك الدولة القديمة ولا الدولة الوسطى ولا الدولة الحديثة ولا العصر العتيق؟ هنختار الدولة الحديثة أثناء حكم طبعا حور محب، وده كان خلال الدولة الحديثة. السؤال رقم 7: تتشابه بعض تقاليد الزواج في مصر حاليا مع تقاليد الزواج في مصر القديمة، مما يدل على اتصاف الحضارة المصرية القديمة بإيه؟ هل بالتدين ولا التقدم ولا الاستمرارية ولا الأصالة؟ الإجابة طبعا هتكون الاستمرارية. 8: واجه المجتمع المصري القديم الفساد وانتشار الرشوة بين أصحاب السلطة والنفوذ من خلال سن القوانين ونصائح الحكماء ولا نصائح الحكماء والقوة العسكرية
ولا إضراب العمال والقوة العسكرية، ولا سن القوانين وإضراب العمال؟ الإجابة سن القوانين ونصائح الحكماء. طيب إيه سبب اختيارنا لهذه الإجابة؟ طبعا سن القوانين بتتمثل في قوانين حر محب، أما بالنسبة لحكماء المجتمع كان ليهم دور أيضا بجانب القوانين، حيث نصائح حكماء المجتمع كانت تواجه أيضا الفساد والرشوة والمحسوبية. تمام؟ طيب ننتقل بقى للأسئلة المقالية. وضع حر محب القوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية. في ضوء العبارة السابقة استخلص الأسباب التي دفعت حر محب إلى إصدار هذه القوانين. الإجابة هنقول إن بالفعل قوانين حر محب كانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحقيق الاستقرار ومواجهة الظلم الذي وقع على الفلاح، وكذلك مواجهة الفساد الذي تفشى بين الموظفين. ننتقل للسؤال الأخير في ورقة عمل الحصة، السؤال العاشر. تنوعت الأدوار الاقتصادية للمرأة في مصر القديمة، دلل على صحة العبارة السابقة تاريخيا. الإجابة بالفعل كان للمرأة المصرية دورا اقتصاديا بارزا في مصر القديمة، حيث قامت ب: 1. مارست عمليات البيع والشراء في الأسواق. 2. اشتغلت في الصناعات مثل الأغذية والمنسوجات. 3. كان لها حق التملك والتصرف في الممتلكات الخاصة بالبيع أو المنح. تمام كده؟ ننتقل إلى ورقة عمل الواجب. السؤال الأول: أول من رفع الظلم الواقع على الفلاح المصري القديم أحد ملوك عصر، طبعا هو حور محب، وده كان أحد ملوك عصر الدولة الحديثة أو المجد الحربي، الاتنين واحد. تمام. السؤال الثاني: ظهر رفض المصريين القدماء للظلم في عبادتهم للإلهة، طبعا هنختار معد. السؤال الثالث: ترتبط القوانين التي أصدرها الملك حور محب بانتشار الفساد والرشوة، ولا تحقيق نهضة اقتصادية، ولا إعادة ترتيب طبقات المجتمع، ولا تشجيع البحث العلمي؟ الإجابة هتكون الأولى، هو انتشار الفساد والرشوة. السؤال الرابع: أهم الآثار الناتجة عن التقسيم الطبقي في مصر الفرعونية، تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا ارتفاع مستوى المعيشة، ولا اختلاف نظم التعليم، ولا المشاركة في الحياة السياسية؟ هنختار طبعا اختلاف نظم التعليم، وهقول لك ليه. هنلاقي ان الأسر الفقيرة كانت بتعلم أطفالها في المنزل عادي، أما الأسر الغنية فكانت بترسل أبنائها للمدارس التابعة للدولة، أما بالنسبة للطبقة العليا فكانوا بيرسلوا أبنائهم إلى القصر الملكي ليتربوا ويتعلموا مع أبناء فرعون. تمام كده؟ السؤال رقم 5: ظهر أكبر تقدير نالته المرأة في مصر القديمة فيه. طبعا طالما قال أكبر تقدير يبقى أكيد ناحية دينية، هنختار تصويرها كأحد المعبودات. تمام كده؟ رقم 6: تعددت أهداف إصدار القوانين، وكان الهدف الأساسي في مصر القديمة من إصدارها، طبعا السؤال ده اتكرر قبل كده معانا، وهنختار تحقيق العدالة الاجتماعية. 7: أرسلت الأسر الغنية في مصر القديمة أبنائها إلى المدارس التابعة للدولة لإعدادهم ليكونوا فرسان بالجيش، ولا كتاب بالدواوين، ولا حرفيين مهرة، ولا كهنة بالمعابد؟ آخر اختيارين هنحذفهم، فرسان بالجيش لأ، هنختار كتاب بالدواوين. طبعا احنا عارفين ان وظيفة الكاتب كانت وظيفة مرموقة ومهمة، وكان بينظروا إليها نظرة احترام وتقدير. حتى هنلاقي ان بنت الملك اخناتون مرة اتون كانت بتعمل في هذه الوظيفة. تمام، يبقى هي كانت وظيفة مرموقة جدا في الوقت ده، فأكيد طبعا ليكونوا كتاب بالدواوين. السؤال رقم 8: يؤكد الدور الذي لعبته تيتي الشرير اللي هي طبعا جدة الملك أحمس، وإياح حتب اللي هي أمه، على إسهام المرأة في الجانب إيه؟ الثقافي والاجتماعي، ولا الديني والثقافي، ولا الاجتماعي والديني، ولا العسكري والسياسي؟ أكيد هنختار العسكري والسياسي، لأن كان ليهم دور مهم جدا في بعث الروح الوطنية والمقاومة حتى تحرير البلاد من الغزاة. تمام كده، يبقى اختيارنا هيكون الجانب العسكري والسياسي. ندخل على الأسئلة المقالية. ماذا كان يحدث إذا لم تحقق قوانين حور محب الأهداف التي وضعت من أجلها؟ الإجابة لم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية، وكمان انتشار الفساد والظلم. تمام، نيجي للسؤال العاشر والأخير. حدد أوجه الاختلاف بين طريقة تعليم أبناء الأسر الفقيرة والطبقة الغنية في مصر القديمة. جاوبنا قبل كده السؤال ده بس هنجاوبه تاني.
هنجاوب هنا بقى يعني بشكل أكثر تفصيلا. طالما هو سؤال مقالي ممكن نعمل جدول كده، نكتب أولا الأسر الفقيرة كانت التربية الأولى عن طريق الأم، وكان الصبية الصغار بيتعلموا الحرف من أبائهم أو من حرفي خبير. وكمان هنلاقي إن الفتيات كانت بتتلقين تدريباتهن على أيدي الأمهات. تمام كده. أما بالنسبة للأسر الغنية لا، دول كانوا بيعلموا أبنائهم أو بيرسلوا أبنائهم للمدارس التابعة للدولة. نيجي للطبقة العليا، كانوا بيرسلوا أبنائهم للمدارس التابعة للدولة أيضا، وكان بعض منهم يرسلوا أبنائهم للقصر الملكي ليتربوا مع أبناء فرعون. أما بالنسبة للبنات فكانت بتتعلم في المنزل. تمام كده. وبكده نكون انتهينا من إجابة جميع الأسئلة. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.